اسمعي كنت افتحي الحظر يا سارة، يا سارة من امس اقول لك افتحي الحظر يا اخي، خليني اتكلم وياك. ما لازم يا اخي من ساعة ترجعك على سالفة الحظر. شيليه يا عم ولدك، شيلي الحظر، خليني اتكلم معاك. ما لازم، ما في مشكلة تسوي مشكلة، خليني اتكلم معاك. افتحي الحظر يا عم ولدك يا اخي، توجه فيك عشان تفتحي الحظر، لا تخليني اتجننوني يا اخي، افتحي الحظر كان خليني اتكلم معاك. كذا. طيب اسمعني حسام اسمعني، اعتبروني للحين مبلكتك وها شنو كنت راح تقول؟ اخزن لليل. ايوه. يعني احنا هذا اليمني نخزن لليل. المهم لاقت خزنا، وبعدين اخر الليل تبدا ايش ندخل في الواتساب. هذا اول شيء. قلت احنا والله مخدرين. ايوه طيب. المهم هذا افضح بكم الخبراء موجودين غير رقم واحد، ولا والله لا افضح بكم. طيب قول. فضح. المهم شنو كنت تقول؟ والله بعد الساعة 12 بعدين ادخل للواتساب اراسلها واقول لها الكورة دخلت للصفحة حقكم، عرفتي؟ يعني بالغلط الكورة يعني دخلت للحوش بس. عرفتي؟ نفس الكلام هذا. المهم يعني والله خطط، هذه خطط. طيب كمل خططكم عشان البنات يستفيدون. ايوه كمل. المهم بعدين ارحب يا ابو ليث. ايوه اشياء والله الكومنت كله بيحذرني، بيقول لي انتبه. والله لا والله الكومنت كله بيفعل لي كذا، حيخنقوني.